السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا، جمعة طيبة مباركة علينا يا رب. آه لازلنا نتحدث ونتكلم ونعيد، وكل شوية أحداث جديدة وتغيرات غريبة وإشاعات وأقاويل في ملف اللاجئين أو ملف الوافدين في مصر. الملف الشائك المعقد اللي الحكومة سايبانا كلنا نخبط راسنا في بعض ونتكلم ونشد في شعرنا لحد ما شعرنا وقع، ومش عارف بصراحة الموضوع صعب ليه. كلام جديد عن فتح الأزهر باب بعثات أو منح مش بعثات، أنا آسف، منح تعليمية. فتح جامعة الأزهر لمنح تعليمية، أو الأزهر بيفتح منح تعليمية لبعض الوافدين أو جنسيات من الوافدين الموجودين في مصر. الكلام غير مؤكد إذا كان رسمي أو غير رسمي، ولكن هو بالنسبة لي أنا أعتبر أنه هو غير مؤكد، يعني رسميته حتى الآن. بنناشد فضيلة الإمام الأكبر وبنناشد جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور رئيس جامعة الأزهر التوضيح، لأن الأزهر مؤسسة إحنا نعلم تماما إنها مؤسسة إسلامية مستقلة، ولكن في الأصل هي مؤسسة مصرية، وفي الأصل تأسيسها في مصر من قديم الأزل، وتنتمي إلى الشعب المصري وجزء من نسيج التكوين الشعب المصري، ولها أن تحترم الكيان المصري ومشاعر المواطن المصري ورغباته، ودائما هي في صفه من قديم الأزل، والتاريخ يثبت ذلك.